سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم عرفة أو عن صيام يوم عرفة، أنت عارف قال إيه؟ قال صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. أفضل يوم في 365 يوم هو يوم عرفة، ده أفضل يوم في سنة كلها، أفضل يوم وخير يوم طلعت عليه الشمس، ده أفضل يوم عند ربنا. انتوا عارفين يا جماعة ليلة القدر، ليلة القدر دي يوم إيه؟ يعني أنا بقول لك بقلب جامد أهو، بقلب جامد. حد يقدر يقعد هنا وفي العشر الأواخر يقول لك ليلة القدر يوم 23؟ طب يوم 25 محدش يعرف، محدش يعرف هي فين. لازم حضرتك تجتهد الايه؟ تجتهد في العشر الاواخر. طب يوم عرفه عارفينه، عارفين ان هو يوم الجمعه الجايه ده. يوم الجمعه الجايه ده انا عايزك تقطع العلائق بجميع الخلائق وتتصل بالخالق جل في علاه. عايزك تقطع، تفتكر نعم الله عز وجل عليك. انت عمال تعصي ربنا وربنا رزقك بتليفون جميل، انت عمال تعصي ربنا بيه، تليفون غالي جدا. انت عمال تعصي ربنا وربنا سبحانه وتعالى رزقك بسياره. بتعصي ربنا وربنا سبحانه وتعالى سدد لك ديونك. بتعصي ربنا وربنا سبحانه وتعالى رزقك بزوجه جميله جدا. عمال تعصي ربنا وربنا سبحانه وتعالى سترك. اقعد افتكر تقصيرك وافتكر نعم الله عز وجل عليك. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا جميعا على ذلك، قولوا امين. في صيام يوم عرفه ده اوعى يفلت منك ابدا. قوم يا عم، قوم الظهر، صلي الظهر يا جماعه وصلي بالسنن. وعايز قبل ما اختم عايز اقول لك ان افضل حاجه تقولها يوم عرفه ايه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول خير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الزم هذا الدعاء في يوم عرفه من اوله الى اخره، وبين العصر والمغرب ارفع ايدك وادعي ربنا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على ذلك، قولوا امين.